حياكم الله يا اخوان. اعتقد اني طولت الغيبه هذه المره وما اشتغلتش بجد كما ينبغي. يعني في هذا العالم الازرق يا عزيزي المتابع حصلت الكثير من الاحداث اللي انت شخصيا او قد يكون كثير مننا يعني ما يعرف معظمها، على الرغم من كبرها يعني وهي كبيره يعني وتستاهل ان الواحد يعني يذكرها. فمثلا هل سمعت ببلد 1.5 مليون شهيد؟ اظن بنسبه كبيره انك خمنت وش هذا البلد اللي قدم هذا الكم الهائل من الشهداء الله يرحمهم. نعم انها الجزائر يا ساده. بس لو قلت لك هل تعرف بلد 2.5 مليون قتيل؟ يا ترى من هذا البلد ومن اللي سوى ابشع مجزره بالتاريخ وبوقت قياسي؟ ركزوا، مو بعدة سنوات، بوقت قياسي بذكر لكم اياه في داخل الحلقه، وكيف تمت وايش اسبابها وليش ما هي مشهوره بقدر فظاعتها. وهذا بيكون موضوع حلقه اليوم اخواني اخواتي. فانترو بسيط ويلا بدينا. مرحبا عزيزي اخي واختي الكريمه في هذه القناه. انا نشوان، ببساطه انا هنا يعني اقدم محتوى القصص بالشكل يعني اللي تحبونه. فلو كنت تحب هذا النوع من المحتوى فمن بعد اذنك طبعا اشترك بالقناه وسوي لايك وتعليق يعني تحفيزي لي وخلونا نكمل. هذه القصه يا طويل العمر والسلامه حصلت في اندونيسيا ومو كلنا يعرفها طبعا، حتى انا والله ما قد سمعت بها من قبل الا لما يعني جيت ادور موضوع اني اجهز على حلقه. فما بين 1965 الى 1966 حصلت بما تسمى مجزرة الشيوعيين في اندونيسيا، وكيفية وقوعها هذه قصة مثيرة لحالها. ففي منتصف الستينات كان الحزب الشيوعي الاندونيسي ثالث اكبر حزب شيوعي في العالم. تخيل عزيزي المشاهد انه بلغ عدد اعضائه 3.5 مليون عضو. حلوين. وخلال الحرب الباردة اللي كانت صايرة بين امريكا والسوفيت اي الاتحاد السوفيتي، كانت امريكا وبريطانيا قلقين ان اندونيسيا تصير دولة شيوعية بالكامل. فأمريكا تقول هذه رابع أكبر دولة في العالم من حيث السكان، يعني مستحيل إن احنا نسمح إنها تصير شيوعية، مستحيل نسمح لهم إنهم يكونوا أصدقاء مع السوفيتيين. وأحد الأسباب يا عزيزي المتابع اللي خلى أمريكا تحارب هذا الشيء هو إنه الرئيس الأول حق الإندونيسيين أحمد سوكارنو بهذا الوقت كان عنده ميول للاتحاد السوفيتي. حلو، وكان كمان مقرب من الحزب الشيوعي الاندونيسي. طبعا امريكا ما عجبها هذا الكلام، يعني انه رابع اكبر دولة كثافة في العالم وشيوعية وفوق ذا عندهم ميول للسوفيت، فما قبلوا بالوضع. فوش سوت امريكا؟ طبعا سوت الحركة المشهورة حقها اللي تسويها يعني الى حدكم والحين في اي دولة معارضة لسياساتها او لا تخضع يعني لاملاءاتها، الا وهي تدمير الحكومة او هذا الشيء من الداخل. حلو، فقامت السفارة الأمريكية وبمساعدة من المخابرات الأمريكية والبريطانية دعمت أحد الجنرالات هناك اللي كان آنذاك يسمى بالجنرال سوهاترو. طبعا دعموه بالمال وبالأسلحة الحديثة عشان إيش؟ عشان يقود انقلاب عسكري ويقضي على الشيوعيين. فتخيل عزيزي المتابع أن الجنرال سوهاترو شخصيا أشرف على مصرع 500,000 شخص. تخيل 500,000 شخص أشرف على مقتلهم واحد فقط. حلو، ما خلصنا لهنا يا عزيزي المتابع، فضي لي عقلك وخليك منتبه معي. حلو، ظهر جنرال اندونيسي اخر وبرضه يعني قاد عمليات القتل ويسمى سارو ايديهي. قال ان العدد الحقيقي اللي لقوا مصرعهم 2.5 مليون شخص. فهذا الرقم شعبي يا عزيزي المتابع، يعني الرقم غير قابل للتصديق يعني لدى البعض. المشكلة يا اخوان مو بس بقتل الشيوعيين، المشكلة ان الكثير من اللي لقوا مصرعهم ما كان لهم علاقة بالشيوعيين اصلا، فكان سبب قتلهم يا عزيزي المتابع اما شبهة انهم قد يكون لهم انتماء شيوعي او لهم علاقة بالشيوعيين او لثأر شخصي. المخرج الامريكي جوشوا اوبنهايمر كان عنده فضول انه يعرف هذه المذبحة اكثر، وخاصة انه يعني من النادر انه يتم ذكرها مع انها من اكبر المذابح بالقرن العشرين. والسبب يا عزيزي اللي ما تعرفه هو التعتيم الامريكي البريطاني الاندونيسي المتعمد. اما بالنسبة للمخرج جوشوا اوبنهايمر فما كان عنده اي صعوبة انه يصور فيلم الوثائقي عن مذبحة الشيوعيين في اندونيسيا واللي حمل اسم The Act of Killing. حلو، حتى يا اخواني اخواتي اللي تتابعوني الحين اللي شاركوا في هذيك الايام بمذبحة الشيوعيين وافقوا انهم ايش يظهروا في الفيلم هذا، وكمان يعني اعادوا تمثيل عمليات القتل، وهذا لانهم يعني يعتبروا بنظر الشعب الاندونيسي انهم ابطال قوميين.
فعندهم حصانة أو حضانة شعبية يعني ما هي بسيطة يعني كبيرة، وبالإضافة كمان للحصانة السياسية اللي يحظوا فيها. أما الخبر الآخر فهو منظمة البنكاسيلا. هذه المنظمة أخي وأختي المتابعين ترعاها الحكومة، وهي إلى الآن شاركت في قتل الشيوعيين. أما زعيم هذه المنظمة اللي هو أنور كونجو فكان في جعبته الكثير من الأسرار، فلما انعرض عليه المخرج الأمريكي جوش اوبنهايمر إنه يظهر في الفيلم وافق يعني بدون أي رفض إنه يظهر، وأخرج كل الأسرار اللي كانت في بطنه من أسرار قيادته لقتل الشيوعيين. ومن أشد الاعترافات اللي اعترف فيها قال إنه ما يقدر أبدا ينام بدون الخمر أو المخدرات، وهذا بسبب الكوابيس اللي تلاحقه طول الليل بسبب جرائمه وعلى طوال ال50 سنة الماضية، يعني من وقت ما شارك بهذه المذبحة. وهذا الفيلم يا اخوان ويا احبابي عرض عام 2012 واحدث ضجة وجدل واسع، وصدر طبعا منه جزء ثاني بعنوان The Lock of Silence. بعدها قررت الحكومة الإندونيسية أعزائي إنه هم يفتحوا تحقيق بالمذابح اللي حصلت. حلو، هنا الشعب واجه الحكومة بمعارضة كبيرة بسبب إيش؟ بسبب إن غالبية الشعب الإندونيسي كان يكره الشيوعيين. أما قبل هذا الشيء بكثير كان الرئيس الإندونيسي سوهارتو يحاول إنه يعني ينفي التهمة عن الجيش ويقول إنهم ما ارتكبوا هذه المجازر، ويحاول إنه يصور المجازر للعالم إنها مجرد ثورة شعبية ضد الشيوعيين وهذه نتيجتها، يعني يحاول إنه يجرم الشعب بدل الجيش. حلو، ولكن المؤرخ جيفري روبنسون فند هذه الادعاءات في كتابه موسم القتل، ويقول إن إندونيسيا ما فيها أي احتقان طائفي أو عرقي مثل البوسنة ورواندا اللي صار فيها عملية قتل جماعي. بالإضافة إن القتل كان يتم بعدة طرق، إما قطع الرأس أو رمي بالرصاص أو الخنق. وكان يصف الجنرالات الإندونيسيين الشيوعيين طبعا إنهم أقل من الحيوانات بحسب وثائق حكومية إندونيسية اطلع عليها المؤرخ جيفري روبنسون. والمضحك يا إخوان بادعاءات الرئيس الإندونيسي إنه قتل هذا العدد الهائل بسنة واحدة فقط. أكيد يعني إنه ما حيتم بشكل عشوائي، عدد هائل بسنة واحدة هذا أكيد إنه مرتب ومخطط أو بل عبر تنسيق ممنهج للقتل، وهو اللي فعله الجيش الإندونيسي بالضبط. حتى إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما يقول في كتابه جراءة الأمل إنه في عام 1967 أي بعد المجزرة بسنة انتقل هو وأمه لإندونيسيا، وكان يعني عمره 6 سنوات. حلو، لأن أمه هذيك الأيام تزوجت من رجل إندونيسي، وزوج أمه هذا كان قد خدم بالجيش الإندونيسي كجندي، يعني ممكن إنه قد حارب. عموما علق زوج أمه عن المذبحة فقال إن هناك أمور يكون من الأحسن للواحد إنه ينساها، يعني يقول لك تغاضوا عن جرائم نحن قد فعلنا الكثير. أما سبب يا إخوان إنه ليش ما حدا يعرف عن هذه المذبحة وما هي مشهورة يعني مثل بقية الأحداث اللي صارت في التاريخ، هو مثل ما قلت لكم إنه بسبب التعتيم الإندونيسي الأمريكي البريطاني، يعني عتموا على هذه القضية بشكل كبير جدا. عموما حلقتنا تكون لهنا قد انتهت، واتمنى انكم تكونوا يعني اعجبتم بها على الرغم من اني ضعيف يعني في انتاج المحتوى، الى ان تتيسر الامكانيات باذن الله. عموما اتمنى اني اتوفقت اني اطرح لكم هذه الحلقه، ويا رب انك تكون اشتركت في القناه يعني عن محبه، مو تشترك عشان تسليك وبعد ما تتابع، لا، لان هذا يضرني بالقناه اهم شيء. وكمان سوي لي لايك عزيزي المتابع، فهذا كرم منك ينفعني ولا يضرك ان شاء الله. واستودعكم الله واراكم في حلقه اخرى. كمان لا تنسى إذا عندك أي قصة أو أي موضوع مثير للاهتمام تبي تقترحها علي، فهذا سنابي عندكم بالشاشة وهذا انستغرامي، وتقدر ترسلها يعني علي، فإن شاء الله أني أكون عند حسن ظنكم. مع السلامة.